أحلامنا، ذكرياتنا، تاريخنا، لحظاتنا الجميلة التي مضت لن تعود مرة أخرى، فهي كالنقش على الحجر، تبقى عالقة في ذهن الإنسان مهما طال الزمن، لتظل راسخة إلى الأبد. وأحيانا يعيش الإنسان وينذر نفسه لتلك الأيام طيلة حياته، فهي جزء من ماضيه وحاضره. وهذه الذكريات رحلة تعود بنا إلى زمن مضى، وتكون خير شاهد على وقع الزمان وتجارب الإنسان، حلوة كانت أو مرة، لتكون له عبرة يعتبر منها، وندشا في ذاكرة الأيام، وتأملا في اللحظات التي مضت من عمر الإنسان. ذكريات حلوة ومرة، حلوة ومرة، وما ننساها. وكذلك كبرنا واكتشفنا أن الدواء ليس عصيرا، وأيضا أن هناك أمورا تخيف أكثر من الظلام. وكبرنا وما عدنا نبكي على لعبتنا كما كنا سابقا. وكبرنا لدرجة الشعور أن وراء ضحكة أمي ألف دمعة. وكبرنا لنجد أن مشاكلنا ما عادت تحل بقطعة حلوى. وكبرنا واكتشفنا أن جميع الأشياء كبرت معنا، همومنا وأحلامنا. ومع مرور الأيام وتقادم العمر بنا، نرى أن كل شيء سائر إلى الأمام، الوقت والأيام والعمر. سنين تمر ونرجع إلها، نرجع إلها ونتمناها. ومع هذه المسميات كذلك هي ذكرياتنا التي نقف معها، مستذكرين كل ما مر في شريط حياتنا في لحظة ما، لتداعب مشاعرنا تلك المواقف الجميلة والحزينة في نفس الوقت. واليوم ما تمر بنا من أحداث ومواقف معينة نستذكرها بعد عدة سنوات ونحكيها للأجيال القادمة، فمن منا لا يحمل داخله الكثير من هذه الذكرى التي تحتل مساحة واسعة داخل فؤاده. وهناك بعض الأمور في حياتنا وضعنا فيها الفواصل، والتي كان يجب أن نضع فيها نقطة النهاية. وفي هذا الوقت ونحن نتكلم عن ذكريات مضت، سيأتي يوم من الأيام من يتكلم على أيامنا هذه. لقناة العراقية الثانية، عادل جبار.